السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة اوريكم الكبة اللي انا جبتها ويا رب تفضل على المستوى ده. انا عملت بقى فيها اول حاجة هريسة شطة. يعني انا بعشق هريسة الشطة. تعالوا يلا بقى، هي دي الماركة بتاعتها. انا جايباها من فتح الله، وبصراحة جايباها وحاطة ايدي على قلبي، لان كان في ماركات كتير هناك واشكال وماركات اول مرة اسمع عنها، فقلت ايه اما اجرب وانا وحظي بقى. فطبعا فتحتها اهو معاكم، والله لسه بشوفها معاكم اهو. اهم حاجة ان الشفشق بتاعها ما شاء الله كبير، بياخد ساعة 2 لتر. يعني ما شاء الله دي اكتر حاجة عجبتني فيها، بخلاف الكبات التانية كانت صغيرة. وده السلاح بتاعها طبعا مزود كده بقطع بلاستيك وبتتشال بتتفك وبتتركب تاني. وكمان ده الغطا بتاع الشفشق من فوق والضمان، ده الضمان بتاعها وبس كده. ده او طبعا فيها مضرب هناك اللي هو المدور ده للبيت اهو، ده السلاح البلاستيك اللي انا بقول لكم عليه. يعني ايه، عيني بقى عيني في جنبي كده، عشان لو يعني حابه تحافظي عليها وتعنيها ترجعيها تاني في كرتونتها، تستخدميها وتنشفيها وترجعيها في كرتونتها، يعني تحافظي عليها اكتر يعني مش رخيصه. وبرضو يعني ايه بالنسبة لامكانياتها سعرها حلو. ده المضرب بتاع البيض او الكريم شانتيه، في كتير بيضربوا بيه كريم شانتيه. وده طبعا السلاح السكينة بتاعها، تعالوا بقى نركبه كده، انا غسلتها. وده طبعا الموتور بتاعها. جبت بقى ايه الشطة بتاعتي الحمرة دي، الفلفلة الحمرة دي، علشان اعمل هريسة شطة. مش هحط لها اي اضافات ولا زيت ولا ملح ولا توم ولا اي حاجة. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لان في صلصة المحشي باخد معلقة منها، فتبقى ساده كده، ما مش هينفع احط على المحشي توم طبعا. في المكرونه باخد منها معلقه، يا سلام، بتخلي بقى المكرونه، صلصه المكرونه بتوديها في حته تانية خالص. معلش بقى، يعني انا هزعجكم بالصوت. عايزه اقول لكم الشفشق خد الكميه الفلفل كلها. انا جايبه تقريبا كيلو وربع تقريبا كده، مش فاكره والله، لان جايباها بقالي 4 ايام من السوق، وكنت مستنيه الكبه بصراحه، لان كبتي التانية باظت، وكان جوزي جايبها لي من الكويت. بس مش لاقيه لها قطع غيار هنا للاسف يعني. فكنت بصراحه محتاجه الكبه جدا. عايزه اقول لكم انا لفيت لفه بس صغيره كده بالموتور، وما شاء الله كلت فرمها حلو، يعني ما شاء الله، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. فانا كنت جايباه وحاطه ايدي على قلبي وعماله اقول يا رب الماركه دي انا اول مره اشوفها. وده طبعا فيها زي فتحه كده من فوق، عشان لو حبيتي تزودي حاجه مش لازم يعني تشيلي الموتور. اديها كمان لسه عشان انا محتاجاها الهريسه تبقى ناعمه شويه. وخلاص خلصت الهريسه في ثواني، وزي ما قلت لكم مش هحط اي اضافات، وبشيلها بقى في الفريزر، وباخد كده ايه بالمعلقه. عايزه تحطي عليها، تضيفي عليها شويه زيت كده من فوق عشان تسهلك، يعني ان انت تاخدي منها تسحبي منها بالمعلقه كده، تمام. بس انا بحطها بخزنها في الفريزر. وبس ونعمت وشايفين جميله. وعايزه اقول لكم بقى حرقه نار، جربيها بقى في صلصه المحشي، يا سلام. ولا الباميه، صلصه تسبيكه الباميه، ولا بقى تسبيكه المكرونه. مش عايزه اقول لكم بقى، يعني بتودي ال3 اكلات دول في حته تانية خالص. وهنا خلاص بقى هفضيها، والحمد لله خدت الكميه بتاعت الهريسه كلها. وهنا خلاص كنت خلصت بقى، وعايزه اقول لكم كده 100. جربوها ان شاء الله لو حابين تعملوا الهريسه دي، جربوها على طريقتي. ما تنسوش بقى اللايك والشير، وقولوا لي ايه رايكم في الكبه. يلا باي باي.